هل مصر احتلت سنة 1882 بعد تراجع الثورة العرابية؟ الحقيقة إنه بدقة شديدة جدا لا، مصر احتلت قبل كده لكن بطريق غير مباشر، بالتحديد في 10 يوليو سنة 1840 اللي عرف بمعاهدة لندن. وقتها الدول الكبرى اللي هي فرنسا والنمسا وانجلترا قرروا انه محمد علي يخضع للشروط، وخرجت القوات المصرية والحماية من عكا، وخرجت عكا من السيادة المصرية، وتقريبا الشام كله ما بقاش تحت السيادة المصرية، وأصبح تدخل الإنجليز بموجب هذا الفرمان اللي تأكد في 14 فبراير 1841 وبموافقة السلطان العثماني حصل محمد علي على حكم مصر ومنحه حق الوراثة لأولاده. محدش يقدر يقول انه 1882 كانت حتمية، لو حتى الثورة العربية ما كانتش قامت، لأنه اوريدي كان التغلغل الإنجليزي في ثنايا دولة محمد علي كان قد قام بالفعل. هزيمة الجيش المصري في الشام وتراجعه داخل الحدود جعل حلم الدولة الكبيرة اللي كان بيعملها محمد علي تنتهي. في الوقت ده اللي هو آخر 3-4 سنين في حياة محمد علي وحياة ابنه الكبير إبراهيم باشا، الحقيقة كانت مأساة كاملة الأركان. إبراهيم باشا مرض عضال، مرض في الصدر، ومرض يعني يكاد يكون مرض في منطقة حساسة. وفي نفس الوقت محمد علي باشا أصبح عنده إعاقة ذهنية ولم يعد يدري ما يفعل، وآخر 7-8 شهور من حياته عزلوا إبراهيم باشا ابنه فيما يعرف بالحرملك، وكان في شبه صراع خفي بين إبراهيم باشا وبين محمد علي. وأصبحت مصر آخر 3 سنين قبل موت محمد علي باشا بين طامع في السلطة اللي هو إبراهيم باشا مريض، وبين قابض على السلطة لكنه لا يعي من الأمر شيء، وأصيب بالزهايمر والخرف ولم يعد يدري ما يفعل. في فترة كده اللي هي عقبة وفاة إبراهيم باشا وعودة السلطة إلى محمد علي، الفترة دي فيها ضبابية شديدة جدا، لأن الوقت ده كترت الدسائس والمؤامرات داخل دولاب الدولة المصرية، وحدث ما حدث.